قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمويل مشاريع تنموية في إفريقيا بقيمة $1,000,000,000 عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أنشئت في 2020. وجاء القرار في خطاب للرئيس الجزائري الأحد قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن الذي مثل الجزائر في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخطاب الذي نشرت وكالة الإنباء الجزائرية مقاطع منه، قررت ضخ مبلغ $1,000,000,000 أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة. الخطوة التي أقدم عليها تبون أثارت سخط الجزائريين الذين عبروا عن استيائهم من القرار بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري من ضنك المعيشة وغلاء الأسعار وقلة فرص الشغل، يعلن الرئيس عن منح $1,000,000,000 لصالح إفريقيا. متتبعون للشأن الأفريقي رأوا أن الأمر يتعلق بأكبر عملية شراء ضمن قادة أفارقة، ولن تذهب لصالح الشعوب الأفريقية المحتاجة. وعوض أن يولي النظام الجزائري الإهمية لرفع معاناة الجزائريين مع صعوبات الحياة وزرع الآمل فيهم حتى لا يفكروا في هجرة الوطن، يبعثر أموال الشعب يمينا وشمالا على صراع تافه لا يخدم البتة مصلحة الجزائر.